اهلا بكم وحلقة جديدة من الدكتور في رمضان. في عندنا كلمة في الطب علمية الحقيقة هطرحها على ضيف النهاردة واسأله فيها بالتفصيل، وهي حاجة مشتركة ما بيننا وبين بعض، اللي هي اسمها بالانجليزي premature loss of teeth، فقد مبكر للأسنان. في السن العادي لما الواحد سنه يتقدم ويكبر في السن طبيعي انه ممكن يفقد أسنان، لكن واحد عنده 30 سنة 25 سنة 35 40 وبيفقد أسنان ليه؟ البطل الأول والسبب الرئيسي المسؤول والمتهم الرئيسي في هذه الجريمة هو السكر. السكر عندما يكون غير منضبط، واحنا بقى هقف هنا دي لان دي مسؤوليتي انا. كتير من الناس ما بتمشيش على التعليمات اللي احنا بنقولها لهم في السكر، وكتير من الناس برضو بتطنش. وفي الكتب العلمية يقول لك ايه؟ يقول لك في يا اخي تقبل مريض السكر للسكر ممكن يكون له احتمالات. من ضمن الاحتمالات دي ممكن يبقى مطيع وخلاص متفاهم وبيتعامل مع السكر على انه صديق وبيسمع كلام الدكتور ومتقبل الامر الواقع، وفي احتمال ثاني انه يرفضه او يخاف منه. يرفضه دي بتحصل كتير خصوصا في الشباب، يرفض الموضوع. يعني ايه يرفضه؟ يعني ينكر الواقع، ينكر ان عنده سكر وبالتالي ما ياخدش دواء، يقول لك لا 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 انا ما عنديش حاجه، سكر ايه؟ وما يفكرش يقيس وينسى الاعراض ويتعامل معها لانها غير موجوده، ويبدا بعد كده يفاجئ مش بالاعراض، يفاجئ بالمضاعفات انها بتبقى موجوده كاول اعراض. ومن ضمن هذه المضاعفات مضاعفات حوالين السنان، فقد السنان، ضعف السنان. طبعا السكر حكايه انها بتاثر على ضعف السنان ليها ميكانيزم كبير وشهير، انه الاوعيه الدمويه اللي بتوصل وبتغذي السنه نفسها بيحصل فيها زي تآكل، فايبروزس، زي تليف. هي نفسها بيحصل فيها ترسبات لمواد معينه من السكر نفسه تؤدي الى زي انه جلطه في الشريان اللي يوصل السنه، وبالتالي السنه يحصل فيها انفاركشن، تموت وتقع. هنا علم الاسنان يلعب دور مهم جدا وبنتعامل مع بعض. ممكن المريض ساعتها يفوق ويرجع لتعليماتنا خصوصا في الاكل كمان، لانه ساعات الاكل يكون هو المشكله الاساسيه لمريض السكر، بيحب ياكل حاجات معينه. النهارده هنشوف في حوارنا ازاي نتعامل مع الاكل، واكيد هيكون معايا رفيقي طوال 30 يوم في رمضان هو الشيف سيد. رحبوا بيه. اهلا بيك يا شيف سيد. اهلا بيك والساده المشاهدين. الشيف سيد النهارده منورنا باكله يعني فيها ابداع خاص لكن فيها تنوع. النهارده عندنا ايه يا شيف سيد؟ عندنا النهارده وجبه لذيذه جدا اسمها فراخ شركسيه. مين؟ فراخ شركسيه. فراخ شركسيه، اوكي. حاجه تركي ده. شركسيه ده تركي، جو تركي. عارف ان انا رز ابيض. عارف ان انا في جدي كان تركي. اكيد. لا والله. في برضه يعني رايح انا في الحته دي. عندنا رز ابيض. اوكي. وعندنا قلب العيش التوست. ولبن وصدور فراخ هنسلقها. اوكي. وهنعمل لها في الاخر، وطبعا الصوص هيبقى عباره عن لبن والعيش التوست وعين جمل. تمام. مع شوربه فراخ. بموت انا في عين الجمل ده، بموت فيه. هي شيقه جدا ولها فايده كبيره جدا. وفي الاخر واحنا بنقدمها نعمل لها تومه مع كزبره خضراء على الوش. حاجه بقول لك يا دكتور والله العظيم تحفه. تومه مع كزبره خضراء على وش الاكله ملهاش حل بصراحه. التوميه دي حاجه فظيعه. لا التوميه طبعا حاجات الناس عموما في مصر تحب ناكلها مع الفرنش فرايز والحاجات دي. تمام. حلو، ده الاساس. ماشي. وعندنا شوربه شعريه عظمه، بصل وجزر وكرفس. حلو قوي. وبقدونس. عندنا سلطه حمص. سلطه حمص دي اكله لبنانيه او تعتبر شاميه، مش اصل في نوعين من سلطه الحمص. في سلطه حمص اللي هي بتتضرب مع طحينه، وفي اللي هي الحب دي هنعملها مع فلفل الوان وبصل. وكنا في ارض فلسطين، في فلسطين بياكلوا سلطه الحمص دي على طول. وفي المغرب وتونس. وبصل وزيتون وعصير ليمون وزيت زيتون. ماشي. عندنا النهارده خشاف بس مختلف عن الطبيعي. ايه الخشاف بتاعنا هيبقى عاشق الخشاف. هنعمله مع حليب النهارده. هنغليه على النار. دي طريقه مختلفه شويه. مع عين جمل ومكسرات. حلو. ومشمشيه. تمام. ومع عنب اخضر واسود ومانجا وبرقوق وموز. حلو. وجوز هند وسكر. جميل. بصوا بقى الحمص يعني النهارده انا عايز اتكلم عنه شويه لانه من الاكلات المهمه.
الحمص بيخفض الكوليسترول في الدم وبيخلي الكوليسترول الضاري اقل، وبالتالي بيقلل فرصه التجلطات. فالحمص بنصح بيه للناس اللي عندهم تاريخ بالجلطات واللي عندهم العيله فيها جلطات، يعني الوالد والوالده، لانه ده عامل جيني وراثي، فياكلوا حمص كتير. طبعا الحمص عشان تبقوا عارفين بيطرد الديدان من الجهاز الهضمي، وبالتالي الناس اللي معرضه انها تاكل بره كتير فرص اصابه بانه يبقى عنده جارديا اي حاجه من انواع الديدان ممكن جدا ياكل حمص. ده يعتبر بوليس يمسك الديدان ويطردها بره. طبعا الحمص مفيد جدا للناس اللي عندها الى حد ما الكلى والكبد فيهم درجه من درجات الضعف. يعني مثلا اللي عندهم ناس اللي عندها املاح في الكلى، عندها يوريك اسيد عالي فالكلى بتضعف كل شويه، بيكون ستونز، الحمص هيفيده قوي قوي. الكبد الضعيف شويه اللي عندهم فيروس، عندهم تليفات كبديه، يستفيدوا جدا من الحمص. طيب الزيتون بقى، الزيتون طبعا وخصوصا الزيتون، يعني انتوا عارفين الزيتون طبعا من الحاجات اللي عليها يعني في تجاره في الزيتون وفي اخطاء في الزيتون مشهوره جدا. لازم تكون انت فاهم طبيعه الزيتون لكن وتعرف تختاره وتعرف تشتريه، لان الزيتون فيه ايه انت انا في مشاكل بالنسبه للزيتون الاسود. في بعض البائعين بيحط عليه صبغه. ايوه بالظبط. فدي من المشاكل برضو اللي بتقابلنا. يا عيني عليك، انت فاهم اللي انا فاهمه. انا عارف شوف انت عارف ان في ناس بتروح جايبه زي ورنيش الجزم. ايوه ده حقيقي. ورنيش تلاقي الزيتونه بتلمع كده، هي واخده وش ورنيش. زي في موسم البلح ممكن يجيب البلح، لما يجي البلح الاسود يبدا يخلص تبص تلاقي البياع يجيبه ويديله خل يبيته في خل عشان يبقى اسود تاني يوم الصبح ويبيعه. وده طبعا الخل مشكله كبيره. هؤلاء المجرمين ينبغي ان يحاسبوا. السلطات هذا حوار سياسي، ينبغي ان يحاسب هؤلاء المجرمين اللي بيلعبوا في صحه الناس. يعني ايه اكل حاجه فيها ورنيش؟ كارثه. الزيتون بقى من غير ورنيش ده مفيد. الزيتون اولا بيظبط الكوليسترول بتاع الدم، مفيد جدا للكوليسترول بتاع الدم، مفيد لعضله القلب. ما تنسوش ان زيت الزيتون حاجه رائعه جدا للكبد والكلى، ومفيد مضاد للسرطانات ومضاد للاكسده، مفيد للعظم، مفيد للمخ الهيلثي بتاع المخ، بيزود النيورو ترانسميتر. ده جيد جدا انه بيخلي القدره العقليه افضل بشكل كبير. رائع جدا عين الجمل، شايفين شكله عامل ازاي؟ انا عايز اجيب عين جمليه واكلها مفيش مانع اهو، بس انا هاكلها بعد الفطار احتفظ بيها. هذه العين جملايه الفظيعه الرائعه شبه المخ، هي فعلا مفيده للمخ وفي اوميجا وفي كل حاجه. انا غاسل ايديا كويس جدا جدا فما تقلقوش، لكن المفروض ما بديش ايدي الا بجوانتي، ده كلاسيك لازم. لكن يعني لازم اكون طبعا، واحنا طبعا بنعقم ايدينا قبل ما بنشتغل، يعني كاننا بنشتغل في اوضه عمليات. ضيفي بعد هذا الفاصل قيمه علميه هامه جدا في علم التجميل وعلم زراعات الاسنان وطب الاسنان والتركيبات الصناعيه، وايضا فكر تكنولوجي متقدم للغايه. وطبعا اسم كبير مصري عربي عالمي، مدرب معتمد في الولايات المتحده الامريكيه، راجل من اللي بيتسببوا في انه علم مصر بيترفع في احدث المؤتمرات الطبيه العالميه. هو الاستاذ الدكتور شادي علي حسين هيكون ضيفي بعد هذا الفاصل. هسال الدكتور شادي على حاجه مهمه جدا في الاكل ده، ايه الحاجات اللي ممكن تدمر السنان في الاكل عموما، وايه الحاجات اللي بتحبها السنان في الاكل، وهساله طبعا عن السكر ودرجه الفقد بتاع السنان، ليه ناس بتفقد سنانها مبكرا وناس لا. الشيف سيد النهارده هيبدع الظاهر والاكل هيظبطنا، وخلي بالكم الشيف سيد اكله صحي، عشان كده الواحد وزنه بدا يتحسن كتير معاك، انت السبب. خليكم معانا، اوعى تروح في اي حته ثانيه.